صباح الخير يا صباح الفل، صباح السعادة والسكر الزيادة، صباحكم زي اللبن الحليب. ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير دايما. تعالوا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب، واللي يصلي على الحبيب ابدا لا يخيب. نهاركم سعيد ان شاء الله، ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحة البال. ما تنسوش دعوة حلوة كده منكم لام وابويا موتانا اجمعين يا رب العالمين. وحشتوني 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 وكمان مرة وحشتوني. ان شاء الله ما تحرم منكم ابدا ولا من سؤالكم عليا. بحبكم جدا في الله، ربنا يديم الحب والمعروف والود بينا يا رب. بصوا بقى يا حلوين، طبعا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله المطبخ يعني يفتح النفس. دخلت كده المطبخ، طبعا كنت عامله الفيديو اللي فات محشي بقى ورق عنب وكرنب وحاجات من دي. وكنت عامله بطه حلوه كده جنب المحشي، وما شاء الله اكلنا واتغدينا، وكنا واكلين متاخر عشان يومها النور طفى كم مره، وكل مره الكهرباء بتقطع فيها. طبعا ايه يعني بيقعد كام ساعه. فطبعا ما قدرتش اعمل اي حاجه، ولا غسلت مواعين ولا عملت اي حاجه، لان كمان المطبخ مطلع صهد. وعشان احس ان المطبخ مروق شويه او رايق شويه، لان طبعا مش من عادتي ان انا اسيب المواعين كده في المطبخ غير لما كنت تعبانه قوي، او مليش نفس، او الجو حر، او حاجه زي كده. وعشان احس بالروقان طبعا مسحت الرخامه، وشلت اي حاجه متكركبه من عليه حطيتها في الحوض زي ما انت شايفه كده. يعني كومت المواعين في قلب الحوض. وطبعا الحلل على البوتاجاز. صحيت بقى الصبح يا حلوين، طبعا انا صاحيه قبلها بكتير. دخلت المطبخ زي ما انت شايفه كده، وريتكم بقى الحلل اللي كان فيها محشي والمواعين اللي في الحوض. وكمان فتحت بقى، كنت فاتحه قبلها ستاره المطبخ، وقفت شويه كده قدام النخله شويه، وحطيت دور في الغساله. ودخلت تاني المطبخ عشان اغسل بقى المواعين وارتب الدنيا، لاني بصراحه زي ما يكون شايله شيله على دماغي. وكمان حاسه ان انا مخنوقه، وبالذات المواعين، لان المطبخ نضيف. الشقه نظيفه، عندك مطبخك وحمامك لو نضاف تحس ان الدنيا كلها رايقه، والدنيا كلها نظيفه. اهم حاجه وبالذات البوتاجاز. البوتاجاز برضو لازم ايديكي فيها، عشان لو نضيف تحس ان المطبخ كله نضف. قومي يلا يا كتكوته، قومي يلا يا حلوه، قومي يلا يا عسليه، قومي كده من النوم، فتحي الشبابيك والبلكونات. ما تقوليش بقى انا هنام والجو حر والدنيا ساقعه وحلوه. طبعا هنستحلى احنا الموضوع النوم ده الصبح، ونيجي بقى نقوم الظهريه في عز الاياله، ما نطقش نقف في المطبخ ولا نعمل اي حاجه. تعالى ما اقولك حل. اصحي بقى كده في البدرية، خلصي كل حاجة واطبخي، وخلصي كل حاجتك في المطبخ، ونامي يا ست براحتك. اه والله. لان طبعا مهما كان الشقة جوه مش هتكون حر زي المطبخ. يعني لو قمتي في البدرية طبختي وخلصتي وغسلتي مواعينك ومسحتي مطبخك ما شاء الله، مش هتحسي بأي حاجة، لانك انت عملتي كل حاجة في الطراوة قبل الشمس ما تطلع، وكمان تحمي المطبخ. وبعد كده تدخلي بقى شقتك تروقيها كده واحدة واحدة، وتشغلي المروحة تنامي شوية. لان المطبخ ده حاجة فظيعة، يعني الواحد ممكن يستحمل جوه الشقة شوية، لكن المطبخ ده بصراحة يعني الله المستعان الواحد ما بيتحملش خالص، بالذات ساعة الظهرية. طيب هتقولي لي يا ام ميدو، طيب احنا لو طبخنا بدري الاكل كده هيبرد وهيغيب. طب ما يبرد يا جماعة، إيه اللي فيها؟ سخني الاكل، ايه المشكلة؟ المفروض في الحر ده نطبخ كل يومين، لانك انت طبعا يعني هيكون صعب عليكي تقفي في المطبخ كل يوم. المفروض احنا في الحر، انا عن نفسي كده والله، يعني اكتر الايام سواء حر او شتاء انا بحب اطبخ كل يومين. راحه راحه ما بعدها راحه. يا سلام كده لما يكون اكل بايت كده، واجي اسخنه بس وناكل، يا سلام. ولا اقف بقى في المطبخ ولا اطبخ نفسي كل يوم. واحنا كمان في وقت المفروض نطبخ كل يومين، الاكل يبرد تسخنيه. بالليل طبعا قبل ما تنامي بتدخلي كل حاجه التلاجة، لان طبعا هتلاقي الاكل كله حمض لو سبتيه بره التلاجة. فعايزين كده نسهل علينا المسائل، وعايزين نخلص بدري بدري قبل الحر. وما تقولوش بقى ايه، يا سلام على حبة الصبح دول بيبقى فيهم النوم ايه حاجة عظمة. اي نعم انا معاكي، شوية الصبح دول بيبقى فيهم النوم يا سلام، الجو طراوة والجو هدوء، وتحسي كده ايه ان الحتة كده ما شاء الله حلوة. بس في حاجات تانية. يعني انت لو نمت وصحيتي متاخر زي ما قلت لك هتتلسعي من الحراره في المطبخ. فانت خلصي اللي وراك الاول في المطبخ، وارجعي نامي زي ما انت حابه. ستي وام الله يرحمهم كانوا دايما يقولوا الشغله البدريه منسيه. ام الله يرحمها تقول الست الشاطره، الست اللي بتحب تخلص شغلها بدري بدري، وتحب كده تفتح شباكها وبلكونتها، وكمان الرزق يجيلها. دي بتبقى ست نشيطه، وست عندها طاقه، وست كمان بتحب الحيويه.
فطبعا كل الحاجات دي كلها يا جماعة بتدينا طاقة وبتدينا نشاط وحيوية، وإن أنتِ برضه تتحفّزي على شغل البيت. لكن أنتِ لو صحيتِ متأخّر هيكون عندِك ملل وزهق، وإن أنتِ ما مش جاي لِك نِفْس تعملي أي حاجة، صدّقيني. وكمان مع قطع الكهربا، يا ساتر يا رب! الواحد يعني بيبقى على آخره أقسم بالله اليومين اللي فاتوا دول، الله المستعان، ربنا معانا يا رب ويرحمنا من اللي إحنا فيه يا رب اللهم آمين. فالحمد لله رب العالمين. فخلّيكِ كده شطورة عشان جوزِك يقول عليكِ شطورة وحماتِك تقول عليكِ شطورة كده. ما فيهاش حاجة لمّا نصحى بدري، اتعودي اصحي بدري. أنا كنت زيكم باصحى متأخر أيام زمان بقى، لمّا اتجوزت وخلاص بقى وفتحت بيت وخلّفت وبقيت متحملة المسؤولية، بقيت منظمة بيتي وبقيت عارفة بيتي محتاج إيه، وبقيت باصحى بدري وأشوف اللي ورايا. ثمرات رزقا قالوا ما الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ما أجمل الصباح مع إذاعة القرآن الكريم، يا سلام! في أجمل من كده، في أحسن من كده، يا سلام! لمّا تخلّصي كل اللي وراكِ كده وتكوني رايقة وتشغّلي إذاعة القرآن الكريم وتعملي بقى كوباية الكابتشينو بتاعتِك الحلوة اللي بتحبيها مع ساندوتش حلو كده، قولوا لي بقى في أحسن من كده؟ لأ أبدًا. في أحلى من كده؟ لأ أبدًا. يعني يا سلام، يا سلام! ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب، وتجرّبوا الناس اللي ما جرّبتش الصحيان بدري ولا الشغل بدري. تجربوا اللي أنا فيه عشان تحسوا بالأمان والاستقرار وكل حاجة حلوة بإذن الله. والله العظيم أنا كنت زيكم الأول، لكن دلوقتي لو أنا قمت متأخر هيبقى عذاب ليا، هيبقى ملل وزهق، يبقى أنا مش أم ميدو. مش أنا اللي اتعودت على الصحيان بدري. الصحيان بدري نعمة، الصحيان بدري حاجة تانية. الحمد لله على كل حال. بصوا بقى هنا يا حلوين، طبعا غسلت بقى المواعين والحلل والبوتاجاز ومسحت الرخامة، وكمان رصيت المواعين كده على الرخامة عشان تنشف، وعملت ليا سندوتش طعمية على طماطم وكوباية كابتشينو. وعلى طول يا حلوين لميت هدومي وحالي ومحتالي وعيالي ورحت على طول عندنا. كنا بعد الظهر كده تمام. رحت طبعا كانوا عاملين بقى سمك مقلي واتغدينا والحمد لله. ما عرفتش بقى اصور خالص لان كنت رايحه بقى ايه، عايزه انام وحرانه، وطبعا العيال ما شاء الله ربنا يخلي هيصه. فقلت اصور لكم بقى ايه تاني يوم الصبح كده. طبعا نمنا ايه، هو انا نمت من قطع النور ولا من الناموس ولا من الحر؟ الله المستعان. قلت بقى يا ام ميدو قومي كده من النوم، شوفي انت هتعملي ايه وبعد كده ايه نامي براحتك. والله ما نمت، والله ما نمت. الناموس عندنا ده مش ناموس، ده وحوش، يا ساتر يا رب، يا ساتر. المهم يا حلوين، قضيت بقى اليوم اللي انا رحت فيه مع اخواتي بقى ومع اختي وحبايبنا وقرايبنا، وهيصنا بقى وجبنا لب بالليل وقزقزنا وسهرنا من الناموس بعيدة عنكم من الحر. والله ما نمت، مش عايزه اقول لكم يعني خطفت كده تخاطيف، لان انا من النوع لما ما بنامش كويس بحس ان انا ما عنديش اتزان، بحس ان انا ايه يعني دماغي كده فيها غليان. فانا قلت اقوم احضر لهم فطار، هم نايمين طبعا. قلت هاقوم أحضّر لهم فطار وبعد كده أنام. طبعًا قُمت بقى من النوم فتّحت الشبابيك الصالة والبلكونة، وبعد كده دخلت غسلت البوتاجاز على قد ما أقدر زي ما أنتم شايفين، وشويت بتنجانة، وبعد كده إيه، أكمّل بقية الفطار. الفطار بتاعنا طبعًا الجميل اللي أنتم متعودين عليه، اللي أنا باعمله عندنا في شقتي وكمان في بيت أبويا، في بيت أبويا وأمي، بيت العز يا بيتنا، بيت الحبايب، يا سلام! مش قادرة أقول لكم أنا قد إيه فرحانة. قد إيه أنا يعني مرتاحة نفسيًا لمّا باحس إن أنا قاعدة عندي في بيت أهلي كده يومين. يعني برغم إن هُم متوفيين بس مرتاحة نفسيًا، حاسة إن أمي وأبويا في كل مكان في البيت. ربنا يرحمهم يا رب ويرحم موتانا أجمعين يا رب العالمين، ودايمًا بيوتكم مفتوحة بحسكم، منورة بيكم يا رب اللهم آمين. ربنا يديكم الصحة والعافية، ودايمًا يا رب مع بعض بإذن الله إحنا وأنتم كده ونكبر مع بعض كمان وكمان. هنا بقى يا حلوين خلاص كنت غسلت بقى البطاطس، عملت بقى إيه، بطاطس كده صوابع حمرتها، حطيت كده أول دور، وبعد كده إيه قلبت البتنجانة. هنا باقول لكم طبعًا أنا جيت هنا لقيت أختي، يعني أختي كانت مستنياني قاعدة معايا برضه يومين هنا إن شاء الله بإذن الله. فاتحين بقى البيت، بننضف بقى البيت وشايلين الدنيا خالص وفرش الكنب، ومعايا برضه خطيبة أخويا وبنت عمتي، لإن طبعًا إحنا أهلية في بعض، فإحنا ما بنسيبش بعض أبدًا. ربنا يديهم الصحة والعافية يا رب، ودايمًا مع بعض كده ودايمًا في ضهر بعض. بُصّوا هنا طبعًا شايلين فرش الكنب، والكنبتين اللي هنا اللي كانوا هنا في الصالة برضه، يعني إحنا مدخلينهم جوه في الأوضة وضمينهم على بعض عشان ولاد أختي يناموا
يعني عليهم قصادها، تمام، عشان هم صغيرين. فتحت بقى الباب كده بتاع الشقة عشان يعني الجو يهوي شوية. بس بصراحة الجو طراوة والشمس بدأت تطلع اهي، ما شاء الله. احنا كنا بدري، احنا كنا الساعة 9 كده الصبح متهيألي. شايفين بقى الهدوء؟ الشارع بتاعنا هنا يا جماعة هدوء هدوء هدوء. بس خطوتين وتطلع على الشارع تلاقي بقى المحلات والمطعم بتاع الفول والطعمية، والناس بقى قاعدة بخضار وقتة وحاجات من دي. والشارع ده اللي انتوا شايفينه ده برضو بيوديك على السوق بتاعنا، اللي هو سوق البلد بتاعنا، تمام. يعني بس الشوارع هنا يعني بتبقى هادية شوية. شايفين ما شاء الله. وطبعا احنا بقى شايلين السجاد كله ومروقين وهابين. واختي بقى لما تقوم هي هتمسح وتفرش الفرش، او ممكن اصور معاكم وانا بفرش الفرش، لان على حسب يعني. انا دلوقتي بحضر فطار لاني يعني ممكن افطر واتقلب بقى، محدش محدش يدور عليا، يعني حتى لو دوروا عليا هتلاقوني سافرت خلاص، يعني سافرت في النوم. لان ما نمتش بصراحة. بقول لكم طبعا شايفين ويعني الدنيا بس متكركبة شوية، بس معلش يعني يوم ولا حاجة هنروقها ونفرش الفرش ونعمل، لأن طبعا يا جماعة البيت كان مهجور، البيت ما كانش فيه حد. فكان بقى العنكبوت نازل من هنا وهنا وتراب، يا ستار يا رب، حاجة الله المستعان. وطبعا بنت عمتي معايا وخطيبة اخويا معايا مش سايبيننا والله العظيم في اي حاجة، ربنا يديهم الصحة والعافية يا رب. فالحمد لله رب العالمين. فمحدش يقول انتوا شايلين الفرش ليه والدنيا متكركبة ليه. يعني كل حاجة احنا غاسلينها وعاملينها ومروقين الدنيا عشان الحتة تبقى نظيفة. لأن البيت يا جماعة ما كان مقفول ومهجور، يعني أي حتة لما بتتقفل وتنهجر أكيد يعني بيبقى كله عنكبوت وتراب ومتبهدل. الحمد لله على كل حال. ونفضل كده على طول نيجي نفتحه أنا وأختي ونسكن فيه ونقعد فيه شوية عشان يتعمر. إن شاء الله أخويا يجي بالسلامة ويعمره بإذن الله. هنا بقى يا حلوين طبعا دخلت المطبخ تاني، طلعت بقى دور بطاطس، وكمان حطيت دور تاني. وتعالوا بقى نعمل الفول بتاعنا. اللي هو بالبصلة كده، قطعت بصلة كده متوسطة تقطيع صغير وقرن فلفل، بس خدت منه حتة صغيرة عشان لقيته حامي، عشان بس ايه العيال تعرف تاكل منه. وطبعا ايه حطيت بقى فيه شوية زيت كده على النار وشوحتهم كده تشويحة بسيطة في شوية زيت، تمام. وطبعا حطيت 3 طماطميطات، 3 من الطماطم او 4، قشرت القشرة بتاعتهم وقطعتهم تقطيع صغير وحطيتهم على البصلة وقرن الفلفل. وكمان حطيت شوية مية وشوية ملح وكمون، وقلبت كل الحاجات الحلوة دي كلها مع بعض وهديت النار عشان الطماطم تتسبك. نيجي بقى للبتنجان الحلو بتاعنا اللي عامل زي الشمع من جوه. طبعا البتنجانة بتاعتنا اتشوت وبقى زي الفل، اي نعم هي بهدلت البوتاجاز شوية بس مش مشكلة، هغسله تاني. قشرت بقى البتنجانة وكنت كمان عصرت كده عليها ليمونة، ونحط بقى شوية زيت. وكمان قشرت كده حوالي فصين توم كانوا في الفريزر، اختي بتقشر التوم وتخزنه كده بحاله. اخدت بقى فصين توم قطعتهم على ايدي تقطيع صغير، وكمان نص قرن فلفل اللي هو باقي من الفول قطعته برضو كده على ايدي تقطيع صغير. وكمان نحط بقى شوية كمون وشوية ملح. وبعد كده ايه ههرس البتنجان ده كويس جدا. ما شاء الله البتنجان المشوي انا بحب اعمله في الفطار، زي حماتي الله يرحمها اللي هي امي التانية، وام الله يرحمها كانوا بيموتوا في البتنجان. وهرست كويس جدا، وبعد كده ايه ركنته على جنب لحد ما اشوف الطماطم بتاعه الفول ما شاء الله اتسبكت واتهمكت. وبعد كده حطيت كيس فول. النهارده صحيت الصبح يا جماعه رحت جبت فول وطعميه، وبعد كده ايه جيت عملت الفطار زي ما انت شايفه كده. حطيت بقى الفول، وطبعا كان محتاج كان محتاج شوية ملح شوية، حطيت له شوية ملح. وبعد كده قلبته وخد غلوتين وطفيت عليه عشان الفول ما ينشفش. الطعمية بتاعتنا الحلوة بقى انا مرضتش اجيب طعمية عشان قلت طبعا عما اخلص فطار تكون هي بردت، قلت اما اجيب عجينة احسن، قلت في الاخر حمرها. حتى قلت للراجل هي فيها كل حاجة؟ قال لي اه، قال لي فيها كل حاجة من توابل بس ما بحطش فيها كربوناتو، عشان طبعا يا جماعة المكنة بتاعت الطعمية بتخليها هشة فهو بيقلها على طول فهي بتكون منفوشة. لكن انا لو خدتها وسبتها شويه الهشاشان اللي فيها هيروح ويهبط، المفروض يعني اعملها على طول اقليها. لكن انا طبعا قليتها في الاخر عشان تكون سخنه، بس لفيتها قوي بالشوكه عشان تنفش اكتر وكمان تكون هشه. قليتها طبعا في زيت يكون بارد، وبعد كده حطيت الطعميه كده بالمعلقه، وبعد كده عملتها بايدي، يعني عملت كده كور صغيره. بس بسم الله ما شاء الله وريحتها جميله وكمان لونها جميل جدا.
بسم الله ما شاء الله، فطار كده ايه الفطار بتاعنا اللي انتوا عارفينه، الفطار الحلو اللي يسد ويمد واللي يخليكي ايه تقفي على رجليك وتعملي اللي وراكي كده، وانت ايه ما شاء الله لقمة كده تسند القلب وتسند العقل كده. شايفين؟ بس بقى ايه، نسيت اجيب قتة ونسيت اجيب خضار، مع اني والله يعني ما شاء الله الناس قاعدة بالتشوط بالجرجير والقتة. بس ما تعرفيش يعني ساعات الواحد بيتوه كده والله، يعني انا ماشية في دماغي اللي انا اجيب ونسيت خالص نسيت. فانا قلت لسه هلبس وارجع تاني اجيب، لا قلت يلا مش مشكلة، خلينا ايه مرة تانية، دي احنا قاعدين يومين بإذن الله ان كان لنا عمر من اهل الدنيا. هنا بقى حطيت بقى الصينية بتاعتنا كده في الصالة، وطبعا الجماعة اللي كانوا نايمين صحيوا وفطروا بألف هنا. وبعد كده يا حلوين قلت أعلق على الشاي، أشرب كوباية شاي عشان نقعد قاعدة كده كويسة مع بعض كده ونضحك شوية ونهزر شوية قبل ما انام، لأن أنا لو نمت مش هصحى دلوقتي يعني بصراحة يعني هنام لأن أنا مطبقة من امبارح. الحمد لله على كل حال. وطبعا إيه يعني محبتش أطول عليكم بالفيديو عشان ما تملوش وكمان عشان ما تزهقوش. ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم أبدا 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 ولا من سؤالكم عليا، ونفضل دايما يا رب مع بعض ويديم الحب والود بينا يا رب، اللهم امين. اتمنى من كل قلبي ان فيديو النهارده يكون خفيف عليكي واستفدت منه وطلعت منه حتى ولو بفكره بسيطه قد كده. اتمنى كمان لو اول مره تشوفوني انا ام ميدو دي صفحتي، وان شاء الله استنوني على قناتي الجديده باذن الله على اليوتيوب. بحبكم جدا في الله. مع الف سلامه حبايبي، هتوحشوني كتير كتير، مع الف مليون سلامه.